بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في مراجعة نهائية في مادة الدين لشهر أكتوبر. مراجعة مهمة إن شاء الله مش هيخرج منها ولا سؤال في الامتحان. بسم الله. أولا كده نبدأ بالقصة. أسماء بنت أبي بكر، الفصل الأول فقط هو اللي عليك في شهر أكتوبر. خلاصة الفصل هو كان جايب نبذة عن حياة سيدنا أبو بكر، وإنه راجل من الأثرياء من الأغنياء، وإنه كان بيشتغل في التجارة، وإنه راجل سليم الفكر راسخ العقل، ما شاركش قومه في عبادة الأصنام، ما شربش خمرة، ربى أولاده تربية سليمة. كيف أن الفتاة إذا أحسن توجيهها وتربيتها أصبحت نافعة لنفسها وأهلها. هو بيتكلم عن أسماء، وإنها كانت بتشبه أبيها، قوية الجسم، شجاعة، ذكية، مثقفة، متواضعة، واتعلمت كل ده في بيت أسرتها، ومعلمها كان والدها. طيب، الأسئلة المهمة: اذكر بعض الصفات اللي اتعلمتها أسماء من أبيها. هنقول والله اتعلمت الشجاعة في القول والعمل، والأمانة والصدق، عفة اللسان. كفاية قوي. طب بما وصفت أم أبي بكر أسماء لما ولدتها أمها؟ طيب، وصفتها أنها طويلة وجميلة وفيها الكثير من ملامح أبيها. طب ليه فرح أبو بكر بميلاد أسماء؟ فرح لأنها كانت قوية شديدة الذكاء، بتفهم كل اللي بتسمعه وتحفظه وتردده، حفظت الكثير من أشعار العرب وأخبارهم. طب اتصف سيدنا أبو بكر نفسه بأنه رجل عاقل. ليه؟ أولا لأنه لما أجاب والده، لما والده قال له أنت كنت عايز ولد، قال له لا، أنا لم أرد ولم أختار، وده من عند الخالق سبحانه وتعالى. طب تقدر توصف لنا من قراءتك للقصة أو الفصل الأول إيه حال العرب قبل الإسلام؟ كانوا بيعيشون في جهل وعادات سيئة كعبادة الأصنام، وأد البنات، شرب خمر، لعب ميسر، كثرة حروب. طيب، بعد كده كان العرب في الجزيرة يعيشون حياة يسودها الجهل، لسه قايلين نفس الكلام، بيعبدوا الأصنام. العادات السيئة برضو نفس قايلين، وأد البنات، بيدفنوهم أحياء، وشرب الخمر ولعب الميسر. طب كانت أسرة أسماء مختلفة ليه؟ لأنهم فرحوا بولادتها، وده غير طبيعي في حياة العرب. المفروض ان احنا نزعل اول ما نخلف بنت، خلاص، لكنهم فرحوا، وده مختلف في قريش. بعد كده ايه اعظم درس اتعلمته اسماء من ابيها؟ انه ما سجدش لصنم. اتولدت امتى؟ في العام ال14 قبل بعثة الرسول، يعني الرسول كان موجود بس لسه فاضل له 14 سنة ويبقى نبي. في اي بيت ولدت اسماء؟ في بيت ابو بكر، عبد الله بن ابي قحافة اللي هو ابو بكر. امها مين؟ أم السيدة أسماء قتيلة بنت عبد العزي. طب مين اللي بشرت أبو بكر إن مراتك ولدت أسماء؟ أم أبو بكر نفسها، اللي هي مين؟ اللي هي سلمى بنت صخر. بعد كده هل كان يريد أبو بكر إن زوجته تولد ولد؟ طبعا لا، كان مؤمن، فسواء كانت بنت أو ولد فهو من عند الخالق. طب ليه هو فرح بأسماء؟ فرح بأسماء لأنها قوية الجسم، سريعة النمو، ذكية، بتحفظ كل اللي تسمعه، وحفظت الكثير من أشعار العرب. أسماء اتعلمت إيه من والدها؟ اتعلمت كتير أوي. اتعلمت الشجاعة في القول والعمل، اتعلمت الرحمة والرفق بالضعفاء، إطعام الفقراء والمحتاجين، نجدة المستغيث. نعم. طيب، اذكر مظاهر حب أسماء لأبيها. يعني أسماء كانت بتحب والدها إزاي؟ والله أول حاجة كانت بتسمع له وتشاركه الحديث، وتقف ورا الباب مستنية رجوعه. ماذا كان يعمل أبو بكر؟ كان شغال إيه؟ في تجارة القماش. ما هي أكثر أوقات السعادة عند أسماء؟ كانت فرحانة قوي لما بتساعد الختم في إعداد الموائد، وتذهب مع أبيها البيت الحرم وتطوف معاه. بعد كده قطعة وعليها أسئلة من كتاب المدرسة. بورك لك فيها يا عبد الله، ولعلك كنت تريد ولدا، والله يا أبتاه ما أردت وما اخترت، وسواء كانت بنت أو ولد فهو من عند الخالق، وليبارك الله لنا فيها وفي أخيها. مين عبد الله؟ اللي هو أبو بكر. ومين أبوه؟ أبي قحافة. إيه المناسبة؟ لما ولدت لما سيدنا أبو بكر رزق بأسماء. طب كان رد عبد الله فيه سلامة للعقل طبعا، لأن والده إن هو زعلان إنه ما جابش ولد، قال له لا، كله من عند الخالق، وسواء بنت أو ولد فكله من عند الخالق، وده في حد ذاته سلامة للعقل. طيب، لعلك تريد ولدا. معنى الاستفهام هنا ايه؟ ان الجد هنا يكره البنات، او الاب يكره البنات، او الاسره بتحب البنات، او اختلاف تفكير الاسره عن غيرها من الاسر. هو اختلاف تفكير الاسره عن غيرها من الاسر، لان كان في وقتها السائد ان الاسر كلها بتحب الولاد مش بتحب البنات.
طب وربما وقفت وراء الباب تنتظر أوبته بنفس متلهفة على لقياه، فهو مثلها الأعلى الذي تتأسى به وتقلده في أعماله وكلامه. أوبته يعني لما يرجع عودته، متلهفة مشتاقة، تتأسى تقتدي تقلده يعني. مين اللي كانت مستنية أسماء؟ أبوها. ليه؟ لأنها كانت تحبه وتقتدي به. طب اذكر بعض الصفات اللي اتعلمتها أسماء من أبيها. طبعا جاوبنا السؤال ده بالتفصيل. صح وغلط. كان أبو بكر لا يسجد لصنم. ليه؟ لأنها لا تنفع ولا تضر. طب الناس كانوا بيعبدوا الأصنام ليه أصلا؟ لأنهم اتعودوا على كده دون تفكير. طب كانت أسماء بتشارك في عمل البيت، يا ترى ليه؟ مع أنها غنية. لأنها متواضعة وتريد أن تتعلم. صح وغلط. ولدت أسماء قبل بعثة النبي بقد إيه؟ 14 سنة. طب في بيت مين؟ عز وغنى، كانت غنية. أخو أسماء مين؟ برضو عبد الله، يعني أبوها عبد الله وأخوها عبد الله، لأن أبو بكر اسمه الحقيقي عبد الله. أمها مين أسماء دي؟ نعم، قتيلة بنت عبد العزي، وجدتها سلمى بنت صخر. طيب أسرعت أم الخير اللي هي سلمى بنت صخر أم أبو بكر تبشر ابنها وقد ملأت عينيها منها، ووصفتها له فقالت: يا عبد الله بارك الله لك في مولودتك فسيكون فيها الخير والبركة. جدة أسماء مين؟ سلمى بنت صخر. كانت أم أبي بكر بتحب البنات ولا بتكرههم؟ كانت بتحبهم. طب إيه دليلك إنها فرحت بالمولودة؟ طب إيه الصفات التي أعجبت بها أم أبي بكر في المولودة؟ إنها كانت طويلة وجميلة وفيها الكثير من ملامح أبيها. فرح أبو بكر بأسماء كثيرا، فقد كانت قوية الجسم سريعة النمو، وكلما ازداد نموها زاد ذكاؤها وتفهمها لكل ما تسمع وتحفظ وتردد. ليه فرح أبو بكر بأسماء؟ لأنها كلما ازداد نموها ازداد ذكاؤها وتفهمها لكل ما تسمع. إيه اللي كانت بتحفظه أسماء وهي صغيرة؟ كل أشعار العرب وروايتها. إيه اللي اتعلمته من والدها؟ الشجاعة والأمانة والصدق. احنا بنجيب كل الحاجات المتوقعة انها تيجي. الناس كانت بتحب سيدنا ابو بكر ليه؟ لانه كان بيحب الناس ويقضي حوائجهم. هل كان ابو بكر بيسجد لصنم؟ لا. طب ليه؟ لانه قال ان السجود لله وحده، وان الاصنام دي من صنع الانسان ملهاش فايدة. طيب بعد كده سورة ياسين. طبعا بتختلف، كل مدرسة هيقول لك المدرس مطلوب منك تحفظ من 1 ل15، من 1 ل20، وهكذا. كل مدرسة لها نظام. اللي عايزك تعرفه هنا في السورة والأسئلة اللي هتيجي فيها، إن السورة دي مكية، يعني نزلت في مكة قبل الهجرة. بدأت بالقسم على صدق رسالة سيدنا محمد وجزاء من أصر على الكفر. تحدثت عن دلائل قدرة الله في الكون. تحدثت عن يوم القيامة وأهواله، عن أهل الجنة والنار. وختمت بالحديث عن البعث والجزاء وانفراد الله بالقدرة القادرة. طيب ليه سميت ياسين؟ لأنها افتتحت بهذين الحرفين، وسميت هذه السورة بقلب القرآن. نعم. طيب من الأسئلة اللي ممكن تجي لك على سورة ياسين: ما موقف أهل أنطاكيا من الرسل؟ أهل أنطاكيا اللي نزلت عليهم السورة، إن هم كذبوهم وما أمنوش بيهم. طب تطيرنا بكم يعني إيه؟ جبنا آخرنا منكم، تشاءمنا منكم. لنرجمنكم يعني لنقتلنكم بالحجارة. اذكر الآيات التي تخبر عن الحوار بين الرسل والمكذبين. طبعا آيات كثيرة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ قالوا إنا أرسلنا إليكم. اللي بعد كده بيقول لي اذكر الآيات اللي تخبر عن الحوار اللي كان ما بين الرسل والمكذبين. الآيات اللي هي من آية 13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ده كان الحوار اللي ما بين الرسل وما بين أهل أنطاكيا المكذبين. طب إيه فعل أهل القرية بالراجل اللي جه من أقصى المدينة يسعى؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. عملوا معاه إيه؟ كذبوه، ولما عرفوا إنه مؤمن رجموه بالحجارة وقتلوه. لا إله إلا الله. طيب قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. طيب لمن وجه الأمر في الآية؟ لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طب والمثل ده كان لمين؟ للرسول رايح لهم أهل قريش. إيه العلاقة اللي بتجمع بين المكذبين بتوع أنطاكيا وبين المكذبين لسيدنا محمد؟ إن الاتنين كذبوا بسيدنا محمد، تمام؟ كذبوهم، لم يؤمنوا به. طيب كم رسول بعث لأهل القرية؟ إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بالثالث، يبقى 3. طبعا إيه الدروس اللي بنتعلمها من قصة أهل أنطاكيا؟ الدروس اللي بنتعلمها إن إحنا يجب أن نستمع للرسل حتى يعطينا الله الهداية. طيب ليه بما تفسر ليه أهل القرية أو ليه هم معاندين كده؟ لأنهم اعتادوا على الكفر ولا يريدون التجديد، خلاص هم متعودين على كده. طب بعد كده أصحاب القرية هم مين؟ أنطاكيا. طائركم معكم تشاؤمكم قومي أهلي. أهل أنطاكيا إيه الرجل اللي جاء من أقصى المدينة؟ قتلوه. نعم. بعد كده سميت سورة ياسين بالاسم ده ليه؟ لأنها تبدأ بالياء والسين. نزلت فين؟ في مكة. أقسم الله تعالى في أول السورة بإيه؟ بصدق رسالة محمد. يخاطب الله تعالى واضرب لهم مثلا. بيقول لمين اضرب لهم مثلا؟ نبيه محمد. بيقول قول لقريش المثال ده. طب صح وغلط؟ آمن أهل القرية بما جاء به المرسلون؟ لا، كذبوهم. أرسل الله للقرية 4 رسل؟ لا، 3. نتعلم من قصة أصحاب القرية طاعة الرسل؟ نعم. لا، نتعلم من قصة أصحاب القرية ألا نعاند الرسل. طب نتناول سورة ياسين قضية البعث بعد الموت؟ صح. يبقى إذا نتعلم من قصة أصحاب القرية طاعة الرسل، برضو دي تعتبر صح فتصلحها. ما هي عدم معصية الرسل هي طاعة بالرسل، فأنت دي تتعلمها كده إن هي برضو عبارة صحيحة. طيب ما الصفات المشتركة كان بين أهل مكة وأهل القرية؟ قلنا إن الصفات إن هما الاتنين كذبوا الرسل وأصروا على الكفر. بما أمر الرسل الذين بعثهم الله لأهل القرية إنهم يعبدوا ربنا وحده. من أين جاء الرجل الصالح إلى المكذبين وبما نصحهم؟ من أقصى المدينة، ونصحهم باتباع الاتنين الرسولين اللي قولهم، أو ال3 رسل اللي قولهم. بعد كده السؤال في الامتحان يا حضرات بيجي قطعة وعليها أسئلة. يعني مثلا مثال كده قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. اكتب إلى قوله تعالى بل أنتم قوم مسرفون. لسه إيه عاملينها. واضرب لهم مثلا يعني اسرد لهم مثالا. فعززنا ب3 يعني أيدناهم وأرسلنا إليهم 1 تاني منهم أصحاب القرية أهل أنطاكيا. إيه العلاقة اللي بتجمع ما بين المكذبين لسيدنا محمد وما بين أصحاب القرية؟ إن الاتنين كذبوا الرسل وأصروا على الكفر. قال تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. طيب تطيرنا تشاءمنا. بعث الله لأهل القرية 3 رسل. موقف أهل أنطاكيا إن هم كذبوا الرسل. العلاقة اللي بتجمع ما بين المكذبين، شايفين الأسئلة بتتكرر إزاي لسيدنا محمد وأصحاب القرية، إنهم كذبوا الرسل وأصروا على الكفر. الدروس المستفادة عدم تكذيب الرسل وعدم الإصرار على الكفر. إيه اللي فعلوه أهل القرية بالرجل الثالث؟ كذبوه وقتلوه. طيب وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فطرني يعني خلقني، شفاعتهم توسلهم ووساطتهم. على لسان من وردت هذه الآيات؟ على لسان من؟ على لسان الرجل الصالح. جه منين؟ أقصى المدينة. عمل إيه؟ يا قوم اتبعوا الرسل. إيه أسباب تمسك الرجل الصالح بعبادة الله؟ لأن الله هو الذي خلقه وإليه الرجوع يوم القيامة. طب اكتب من قوله تعالى ونفخ في الصور. تمام، اكمل إلى هذه الآية. لازم تكون حافظ حضرتك الآيات. جزء آخر من سورة ياسين، واضرب لهم مثلا، يعني اذكر لهم مثال. عززنا أيدنا القرية أنطاكيا، ايه موقفهم؟ كذبوه وأصروا على الكفر. بعد كده اكتب وما أنزلنا على قومه إلى إنهم إليهم لا يرجعون. حفظ السورة حفظ، لكن اكتوبر جزء بس صغير الحفظ. يبقى إذن الأسئلة اللي جت في سورة ياسين: ما موقف أهل أنطاكيا من الرسل؟ أنهم كذبوهم وأصروا على الكفر. اذكر معنى تطيرنا بكم تشاءمنا، لنرجمنكم لنقتلنكم بالحجار. ايه اللي فعل اهل القرية بالرجل؟ قتلوه، كذبوه وقتلوه بالحجار. واضرب لهم مثلا. الامر هنا لمين؟ والمثال يضربه لمين؟ للرسول. الامر هنا للرسول، ويضرب لمين؟ للي ارسل اليهم قوم قريش. ايه العلاقة اللي بتجمع ما بين المكذبين واصحاب القرية؟ قلنا ان العلاقة هي تكذيب الرسل والاصرار على الكفر وتعذيبهم له. كم رسول؟ 3 رسل. بعد كده قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. تطيرنا قلنا تشاءمنا، لنرجمنكم لنقذفنكم بالحجارة. كيف تطور الحوار بين الرسل وأصحاب القرية؟ أولا قاموا بالتكذيب والاستهزاء، مدعين أن الله إذا أراد أن يرسل رسلا لأنزل ملائكة. ثم قاموا بالتهديد بالرمي بالحجارة، وأنزل العذاب وإنزال العذاب بهم، يعني هم يعذبوا الرسل. بعدين اكتب من قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها إلى قوله فإذا هم مظلمون. طبعا لازم تكون حافظ الآية. الدرس اللي بعد كده كانت على حروف القلقلة. وحروف القلقلة هي كلمة قطب جد، قاف وطاء وباء وجيم ودال. حروف المد هي حروف الواو والياء والألف. طب المد هو إيه؟ مد أصلي ومد فرعي. طيب لو جه سؤال ممكن يقول لك حدد الكلمات اللي بيها مد، هقول له والله وما أنزلنا، طالما بعد المد ألف يبقى فرعي. على ما فيش همزة ولا ألف يبقى أصلي. السماء بعد الألف همزة يبقى فرعي. بعد كده حدد الكلمات التي بها حروف القلقلة مع تحديد الحرف بكل كلمة في الآيات. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هنا القاف والدال. قيل دخل الجنة، القاف والدال والجيم. تمام. ضع صح وخطأ. نيجي بقى للدرس اللي بعد كده اللي هو التأمل في الكون من علامات الإيمان صح. البحث في الفضاء الخارجي ضياع للجهد؟ طبعا لا. طيب ده اللي هو الدرس بتاع مظاهر قدرة الله. يعني اذكر ايه هي مظاهر قدرة الله في إخراج الحي من الميت. أقول له والله إن الحبة الجامدة عندما تغرس في أرض فإنها تنشق ويخرج منها نبات يبدأ الحياة.
والنبات ده ممكن يكون ثمار أو ما شابه ذلك. طب بعض مظاهر قدرة الله في الكون، هقول والله في الكون الشمس تضيء الكون وتساعد على الحركة والعمل، والقمر يمحو ظلمات الليل، والنجوم تزين السماء وتهدي الناس في ظلمات البر والبحر. سخر الله لنا الكون، فما واجبنا نحوه؟ نحن المفروض ايه؟ نعمره بالعلم والعمل. لماذا تعتبر دراسة الكون شكر لله؟ والله لأنها تزيد معرفتنا بقدرة الله فيتوب العاصي ويزداد المؤمن إيمان. لماذا يغوص العلماء في باطن الأرض؟ وده إيه علاقته بالإيمان؟ بيغوصوا في باطن الأرض ليستخرجوا ما بها من كنوز بترول وغاز ومعادن، وعرفوا ما يثور فيها من البراكين. وعلاقة ذلك بالإيمان إيه؟ إنهم بيفيدوا الناس بما درسوا فيزدادوا شكرا لله. بحث العلماء في الكون فما وجدوا؟ والله عندما صعدوا للقمر وجدوا إن الكون ده مجموعات شمسية أخرى كلها تسبح في الفضاء، وأصبح جو الأرض مملوءا بالأقمار الصناعية وأجهزة رصد الفضاء. كيف شجع الرسول على طلب العلم؟ هقول والله قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فواجب المسلم إنه يهتم بالعلماء وبالعلم. كيف تفتح دراسة الكون باب التوبة أمام العاصي؟ هقول له لأن بتأمله في الكون ومظاهر قدرة ربنا تجعله يعجز على أن ينسب ذلك لغير الله، إنه يقول ده مش ربنا اللي عمله، فيخضع ويشكر الله. لماذا تعتبر دراسة الكون شكر لله؟ قلنا لأن بالدراسة والبحث والاطلاع طاعة لأمر الله. الدراسة نفسها طاعة، التأمل في الكون طاعة. تمام. يخرج الله سبحانه وتعالى الحي من الميت. المثال ان ربنا سبحانه وتعالى الحبة بتاعت الذرة الجامدة دي اللي هي ما بتتحركش، اول ما تحطها في الارض وتزرعها بتطلع لنا شجرة تنمو كل يوم، وذلك بقدرة الله تعالى. كيف شجع الرسول على طلب العلم؟ قلنا الحديث قبل كده. علل شجع الرسول على طلب العلم. قلنا والله شجع الرسول على طلب العلم بأن جعل من يسلك طريقا إلى طلب العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. طب غزو الفضاء يتطلب الايه؟ العلم ولا المال؟ الاثنين. تعتبر دراسة الكواكب شكر لله. ليه؟ لأنها تعمق إيماننا بالله. طب كيف تفتح دراسة الكون باب التوبة أمام العاصي؟ له السؤال ده اتكرر. قلنا باب لأن هذه الدراسة بتكشف كل يوم جديد بنستخدمه في حياتنا، ومن مزيد التقدم والرقي، وده بيزيد معرفتك بالله سبحانه وتعالى فيتوب العاصي. يطلق على النجوم ايه؟ مصابيح. خلق الله الناس من نفس واحدة اللي هي مين؟ آدم. معنى حسبان بحساب دقيق. نحصل على المعلومات في الفضاء الخارجي منين؟ الأقمار الصناعية. أكمل. الشمس والقمر كل منهما يدور في ايه؟ فلك محدد بحساب دقيق. خلق الله النجوم لإيه الناس؟ لهداية وإرشاد الناس من الكنوز الموجودة في باطن الأرض، بترول وغاز طبيعي ومعادن. دراسة الكون تزيد معرفتنا بقدرة الله فيتوب العاصي. صح وغلط؟ في النهار نعمل ونكد، وفي الليل نرتاح ونسكن. صح. النباتات كلها لها طعم واحد؟ لا. بالعلم والعمل نعمر الكون. صح. التأمل في الكون يحير العقل؟ لا، ده يهدي العقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده موجود جوه الدرس: من سلك طريقا يلتمس فيه علما نقط. كمل. هقول والله سهل الله له طريقا إلى الجنة. سلك يعني اتخذ، يلتمس يطلب، إلى ما يحثنا الحديث لطلب العلم ويشجعنا على طلب العلم. اكتب بقية الحديث كتبناه. طيب، آخر حاجة في الدرس ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما نقط. الواجب على المسلمين أن يكون منهم العالم النابه طبعا. طيب، طبعا الإكمال بتاع الحديث سهل الله له طريقا إلى الجنة. طبعا الإجابة دي صح. ليكون المسلم عزيزا في الأرض عليه أن يهمل العلم، ما يتعلمش غلط. أكمل الحديث أكملناه. على ما يحثنا الحديث على طلب العلم. 2 من الدروس المستفادة: يسود الإنسان الكون بالعلم، العلم طريق إلى الجنة. طيب، الدرس اللي بعد كده: جمال صنع الله. كيف أبدع الله الجمال في الكون؟
نقول والله لأننا أينما نوجه أبصارنا نجد آيات الجمال في اختلاف الألوان، دقة التوزيع في النبات، اختلاف الطعم رغم أن المية اللي بيتروي بها النبات واحد، ألوان الجبال وهكذا. ما فائدة النجوم؟ أولا جعلها الله زينة للسماء، زينة بتبص كده حاجة حلوة في السماء، وحماية من شر الشياطين وفسادهم في الكون. طيب هل الجبال ثابتة؟ الإجابة الجبال ليست ثابتة، ولكنها تتحرك مع الأرض، والحركة دي لا نراها بالعين، وده دليل على قدرة الله. أبدع الله الجمال في الكون. إيه اللي واجبنا نحو الكون؟ أن نستمتع به ولا نحرم أنفسنا منه، لأن تأثر النفس الإنسانية بالجمال فطرة فطر الله الناس عليه. طيب بعد كده تذوق الجمال يصنع من القبح جمالا. إن أنت تتذوق الجمال يخليك جميل. إيه معنى الكلام ده؟ لأن حب الجمال والزينة من أسباب التقدم والرقي، والإنسان المتذوق للجمال بيستمتع به. كيف حث الإسلام على النظافة؟ من ضمن الحاجات اللي في الدرس، خلي بالك ومهمة. دعانا الله الاهتمام بالنظافة لأن الله جميل يحب الجمال، وكان الرسول مثال في ذلك. إيه رأي الإسلام في الختان؟ أجمع علماء المسلمين على أن ختان الذكور واجب، وأن ختان الإناث لا يوجد فيه نص شرعي. تمام؟ طيب. وبعض الأطباء أكد ضرر ختان الإناث جسديا ونفسيا. طيب كيف تمر الجبال ونحن نراها ثابتة؟ إزاي يعني؟ تمر الجبال ونحن نراها ثابتة حيث أن الجبال لا تتحرك من تلقاء نفسها، ولكن الأرض هي اللي بتتحرك بيها. فاهمني إزاي؟ طيب تتجلى روعة إبداع الخالق في الألوان الطعوم. إزاي؟ إن سبحان الله نرى ألوان تجذب النظر وتسر النفس في الشجر والأزهار والفواكه، حتى في الأشياء الجامدة كالجبال. طب صح وغلط؟ حسن اختيار الأصدقاء من مظاهر الجمال، صح. طب النجوم ترشد الشياطين ليلا؟ لا، النجوم بتحارب الشياطين ليلا. حسن المظهر يضعف العلاقات؟ لا طبعا، يقوي العلاقات. ختان الإناث يؤدي إلى ضرر جسمي ونفسي. الدكاترة قالوا كده، الدكاترة قالوا كده. طيب بعد كده كيف عالج الإسلام قصة الختان؟ قال لك والله إنه جعل ختان الذكور واجب، وختان الإناث إنه ما فيهوش نص شرعي. تمام. ضع صح وخطأ. النجوم بتحمي العالم من عبث الشياطين، مظبوط. حسن المظهر يضعف العلاقات، لا. ختان الإناث يؤدي لضرر جسمي ونفسي، الدكاترة قالت كده. من وسائل التقرب إلى الله، نعم، الاستمتاع بجمال صنع الله. تأثر النفس الإنسانية بالجمال ده فطري، ربنا خلقك كده سبحان الله، بتحب الحاجة الحلوة. النجوم تحمي العالم من شر مين؟ الشياطين. خلي بالك الأسئلة دي استحالة يخرج منها الامتحان بمشيئة الله، فياريت شير ولايك. حركة الجبال تشبه حركة مين؟ السحب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. ده حديث شريف موجود جوه الدرس. احنا الدروس كل درس جوه حديث يتحفظ. أجمع العلماء أن ختان الذكور واجب. النجوم زينة لإيه؟ للسماء، وحماية من مين؟ من الشياطين. السحب تتحرك بحركة مين؟ بحركة الهواء. كان النبي مثال في إيه؟ في النظافة وحسن المظهر. الكبر هو إنكار الحق واحتكار الناس. طيب صح وغلط؟ الثمار مختلفة الشكل والطعم مع إنها تسقى بماء واحد، صح. السحاب ما بيتحركش، صح، مش بيتحرك لوحده يعني، مع الهواء. حركة الجبال حركة كبرى في الكون، أيوة. ترك الزينة والجمال من وسائل التقرب إلى الله، لا طبعا. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث جوه الدرس، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، اللي هو التكبر. قال رجل، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، الرجل بيحب يكون لبسه حلو، ونعله حسنا. قال إن الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. كبر يعني إيه؟ تعاظم. طب غمط الناس يعني احتقار للناس، يعني انت البس حلو وكل حاجة بس ما تتكبرش على الناس. كيف رد الرسول على الراجل؟ قال له لا يا حبيبي، البس وتنظف، ان الله جميل يحب الجمال.
إلى ما يرشدنا الحديث إن النظافة من الإيمان، ولكن الكبر إنكار للحق واحتقار للناس. طبعا ده السؤال ده جه في امتحان قبل كده. أيضا سؤال تاني جه في إدارة دشنا في الأقصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أكمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. صح وغلط؟ جعل الإسلام النظافة والطهارة فرض وحسن المظهر سنة. أيوة. الكبر صفة محمودة لا مذمومة. أكمل الحديث أكملناه. ما الكبر كما فهمت من الحديث؟ إنكار للحق. علل التأمل في جمال الكون من وسائل التقرب إلى الله. تمام. كي يتأمل قدرة الله المبدع فيزيد إيمانه وتقربه إلى الله. بكده نكون خلصنا الأسئلة بتاعتنا. يا ريت شير ولايك، لأن استحالة يخرج امتحان أكتوبر بره الحتة دي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.